السلام عليكم. اليوم جيتكم بكيكة من أروع ما يكون، كيكة سهلة بمقادير جد بسيطة موجودة في كل بيت. إذا حبيتوا الوصفة تابعوا معي الفيديو للآخر. معكم لاجينواز اللي راح نحتاج فيها 5 حبات بيض، نصف كاس سكر، عندي عطر لافاني، وعندي كاس ونصف فارينة، عندي ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وراح نحتاج ثاني ملعقة زيت وقرصة ملح. اذا كاول خطوه ندير البيض بدرجه حراره المطبخ، راح نضيف معاه نصف كاس سكر، راح نضيف رشه الملح هذه ضروريه، وراح نضيف عطر لافاني. اذا هكذا، وراح نبدا نطلع البيض ديالي بالضرب الكهربائي ولا البترا. هنا لازم يكون عندك ضراب كهربائي ولا البترا باش يطلع البيض ديالك مليح وتنجح معاك لاجينواز. اذا هنا راح نخلط حوالي 10 دقائق حتى نتحصل على خليط يعني يكون القوام ديالو ثقيل ويولي خليط ابيض كما راكم تشوفوا، باش تطلع لاجينواز ديالكم وتجي خفيفه. هنا راح نضيف ملعقه زيت وراح نغربل هذيك الفارينه. هنا غربلت نصف كاس تاع الفارينه مع ملعقه صغيره خميره كيميائيه، وراح نكمل الكاس تاع الفارينة بهذه الطريقة ونخلط مليح يعني حتى تدخل كامل الفارينة في الخليط ديالنا. وهنا راح نجيب السنيوة اللي راح تدخل الفرن. هنا درت فوقها ورق الطهي ونفرغ الخليط ديالي بهذه الطريقة وندخلو الفرن يكون مسخن من قبل على 160 درجة. وهنا راح نحضر معاكم كريمة الليمون. هنا عندي نصف كاس عصير ليمون مع نصف كاس ماء، راح نحتاج 4 مغارف السكر. هنا نحاول دائما نقص السكر باش ما تجيش يعني الباتيسري ديالي ولا حتى الحلوى نقص فيها السكر باش ما تجيش يعني حلوة بزاف. وهنا راح نضيف ملعقة مايزينا ولا نشاء الذرة، وراح نحتاج ايضا بيضة واحدة. اذا هكذا، وراح نخلط كامل المكونات مع بعض، وراح ندير الكسرونة فوق النار ونبقى نحرك حتى نتحصل على كريمة يعني تكون ثقيلة. في الاخير راح نحتاج ملعقة زبدة ولا مانغارين. وهنا نبقى نحرك فيها فوق النار حتى نتحصل على كريمة كما راكم تشوفوا تجي هكذا ثقيلة. هنا كي تشوفوا الكريمه ديالكم بدات دير فقاعات وتبقبق، صافي الكريمه ديالكم خلاص طابت. هنا راح نطفي عليها، وهنا راح ندير ملعقه مانغارين وراح نصفي الكريمه ديالي. هنا ضروري تصفيو الكريمه ديالكم باش ما تجيش فيها هذيك التكتلات الصغيره. اذا هكذا، وهنا راح نبقى نحرك حتى يذوب لي هذاك المانغارين ونغطيها هكذا ببابي فيلم ونخليها على جهة تبرد. وهنا حضرت كريمة الشونتي اللي درت فيها كاس بودرة الشونتي مع نصف كاس حليب يكون بارد. وهنا الكيكه ديالنا ولا لاجينواز ديالنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا جات هايله يعني خفيفه بزاف. هنا راح نقطعها فقط على 2. نتوما اذا حبيتوا تقطعوها على 3 قطعوها على 3، لكن انا فضلت نقطعها على 2 فقط. هنا راح نشربها مليح باسكو هذا النوع تاع الكيكه يجوا ناشفين شويه. هنا كنت طيبت السيرو من قبل، درت فيه كاس سكر مع 2 كيسان ماء وقطعه ليمون. هنا بعد ما شربت مليح لاجينواز ديالي راح ندير فوق طبقه من كريمه الشونتي. هنا راح ندير برك طبقه رقيقه اني ما حبيتش شغل نعمرها كامل كريمه الشونتي. بهذه الطريقه ونسقمها كامل من الفوق يعني نعدلها كامل بهذه الطريقه باش نزيد هذيك الخبزه الثانيه من الفوق. وهنا كان عندي شويه تاع اللوز مطحون، كملت درته من الفوق هكذا وزعته كامل باش يعطي برك البنه. نتوما تقدروا يعني ديروا فواكه كل واحد
والذوق ديالو. زدت هذيك الخبزة الثانية من الفوق بهذه الطريقة، وزدت درت طبقة ثانية من كريمة الشونتي. يعني طريقة التزيين تبقى اختيارية. أنا فضلت نزينها يعني بطريقة سهلة، طريقة يعني مبسطة. يعني أنا درتها برك القهوة تاع العشية. هنا ما حطيتهاش ميم با يعني ترتاح. نتوما الافضل لاجينواز ديالكم تخليوها يعني ترتاح، ميم كي ديروا يعني الكريمه من الفوق لازم ترتاح الكيكه ديالكم باش تجي يعني الشكل ديالها يجي انفيني بيا. وهنا غطيت كامل الحواشي تاع الكيكه ديالنا بالكاوكاو، يكون مرحي خشين شويه ومحمص هكذا. هنا التزيين يبقى اختياري، حبيتوها سامبل خليوها غير هكذا، حبيتو تخليوها هكذاك سامبل خليوها، حبيتو يعني ديروا من الفوق شارجي ديروا الفواكه ولا ديروا حتى شوكولا، يعني حسب الذوق. هنا ثاني رحت طلعت شويه ثاني كريمه الشونتي. هنا زدت برك معاها باتاروم فراز هكذا باش يجي اللون ديالها هكذا وردي، وبديت ندير لي غوز من الفوق بهذا الشكل. يعني درت تزيين بسيط. هذه الطريقة. وهنا جبت هذيك كريمة الليمون بعد ما بردت، هنا زدت عاودت طلعتها بالباتور باش تجي يعني لمساء، وفرغتها في وسط الكيكة ديالنا بهذه الطريقة. راح تعطي واحد البنة للكيكة ديالنا ما شاء الله، تجي منعشة بذوق الليمون. يعني كما شفتوا في الفيديو طريقة جد سهلة، وثاني بمقادير جد سهلة. عندك غير 50,000 تحضري كيكة في الدار. يعني تقدري ثاني ديريها هكذا كي يكون عندكم عيد ميلاد، تزيدي برك تزينيها شوية من الفوق وتكتبي جوايز انيفرسير، تكون يعني كيكة ما شاء الله، تجي يعني خفيفة وبنينة. هنا راح نخليها تبرد شوية وراح نقسمها، تشوفوها يعني كيفاش جات من الداخل، تجي مشربة. يعني ما تحتاجش كامل تقعد يوم ولا تخليو يعني لاجينواز ديالكم بتبات ولا تاكلوها يعني في ساعة. هنا كما راكم تشوفوا كي رحت نصور الكيكه ديالي لقيت كلاو منها يعني بصحتهم ما صبروش عليها. هنا راح نقسم معاكم مورسو باش تشوفوا يعني كيفاش جات من الداخل. اذا هذه هي باتيسري ديالنا كما راكم تشوفوا، جات هايله، جات خفيفه بزاف وبنينه ومنعشه بذوق الليمون. اذا نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.